الأندية الجزائرية سهرة الخميس نبأ وفاة نبيل حيماني بعد سقوطه من الطابق الثالث لعمارة بحي رويسو بالعاصمة. نبيل الذي رأى النور يوم الفاتح من سبتمبر سنة 1979 بمدينة بوغني بتيزي وزو، كان الولد الوحيد في عائلته التي تضم 4 بنات، متزوج وأب ل4 بنات، ينحدر من حي لاريجي بشارع محمد بالوزداد بالجزائر العاصمة. تلقى تكوينه في فريق حيه أولمبي العناصر الذي تدرج عبر كامل فئات شبانية وقاده لتحقيق صعود تاريخي ليجلب أنظار رؤساء أكبر الأندية التي تهافتت من أجل الظفر بخدماته، لكن رئيس شبيبة القبائل محمد شريف حناشي كان الأسرع وتمكن من التوقيع له ليحمل ألوان الكناري شهر جوان من سنة 2005، وحقق معه تتويجات بالجملة من بينها لقب البطولة سنة 2006 و2008، حيث في هذه السنة أيضا نال لقب هداف البطولة بعد توقيعه 17 هدفا. وفي نفس السنة وبعد نهاية ذلك الموسم تنقل إلى وفاق سطيف الذي تألق في صفوفه أيضا ونال معه لقب البطولة في السنة الموالية، لينال كأس شمال إفريقيا للأندية البطلة وكأس الجزائر سنة 2010. بعدها التحق بصفوف شباب قسنطينة الذي قضى معه موسما واحدا ليعود إلى العاصمة من بوابة نادي نصر حسين داي الذي حقق معه الصعود الموسم المنقضي، وهو الصعود الذي لعب فيه نبيل دورا كبيرا بعد تسجيله 7 أهداف كاملة. نبيل كان إنسانا اجتماعيا بطبعه، محبوبا من طرف الجميع ويحترمه أنصار الفرق الجزائرية. ينحدر من عائلة كروية، فعمه إسماعيل لعب في أولمبي العناصر، كما أن عمه حسين يعمل مدربا للفئات الشبانية في نفس الفريق. تحمل المسؤولية منذ صباه وأعال العائلة الصغيرة والكبيرة، وكان يساعد أبناء حيه وأصدقائه ليفارق الحياة تاركا فراغا رهيبا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا حيماني ستبقى في قلوبنا.